كل حرف انا بقوله هتخش تلاقيه في الامتحان السنه دي. اوعى يا ابني، اوعي يا بنتي تحفظي الجزء الخاص بعلم الارض، الجزء الخاص بالجيولوجيا. الموضوع عايز فهم، وده اللي حضرتك تكتشفه. هتكتشف ان انت بتحفظ وعمال تنسى. بقول كلام بسيط، ركز في الحصه اللي الدكتور مجدي هينزلها لك على اليوتيوب. اذا كنت ثانويه عامه عربي، او اذا كنت لغات بتاخد بيولوجي، او ثانويه ازهريه، ده بقى درجته دلوقتي 12 درجه لطلبه الازهر، و13 درجه لطلبه الثانويه العامه العربي واللغات. تخش تسمع المحاضره دي. طب احنا بنعتمد فيها على ايه؟ مفيش حاجه من تاليف مجدي فوده ولا من كتاب خارجي، ده كلها من واقع الامتحانات الرسميه ومن واقع النماذج الاسترشاديه. هتكتشف ايه بقى؟ هتكتشف ان المدرسين نفسهم حافظين الكلام ده، وبالتالي الطلبه غلابه عمالين يذاكروا ويحفظوا وينسوا. القصه عايزه شويه ذوق وشويه حكمه وشويه عقل. هتكتشف ان الدكتور مجدي فاهم الجزء ده مش حافظه. وانا عايز كل واحد من حضراتكم تخش تسمع الحصه دي، هتنزل لك على اليوتيوب، اسمعها بالراحه عشان كل حرف انا بقوله هتخش تلاقيه في الامتحان السنه دي. يبقى ركز بقى كده معايا. القصه عجبتك واكتشفت ان انت ماشي غلط، وده اللي هيحصل. بسرعه بقى تتواصل مع فريق عملنا وتحجز معانا، لان انا هلم القصه دي كلها في عدد قليل جدا من الساعات ان شاء الله. ربنا ينفعكم بالمجهود اللي بنعمله وييسر لكم الامور وينجحكم ان شاء الله. القاكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.